بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا الفتره اللي فاتت في لخبطه حصلت ما بين سكن 7 متوسط الدخل وسكن 5 وسكن 7 محدود الدخل. الناس متلخبطه والناس مش عارفه ايه اللي شغال دلوقتي، وطبعا انا سحبت فلوسي هقدم فين وهعمل ايه، عشان بس ايه نفرق الدنيا كده ونحددها واحده واحده وبالراحه. سكن 5 خلص والنتيجه طلعت، واللي خارج الاولويه خارج، واللي داخل داخل، واللي غير منطبق غير منطبق. وطبعا انا عملت فيديوهات كتير في الحته دي وشرحت كل حاجه فيها بالتفصيل، وده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده هيسوي ايه. كل الاسئله اللي بتجيلي متعلقه بيه هو متوسط الدخل امتى؟ طب انا عايز اقدم دلوقتي، طب انا ينفع اسحب من سكن 5 واقدم في ده وبعد كده اقدم تاني في سكن 7؟ طبعا الناس كلها عماله تتكلم ومحدش فاهم الفرق ايه والدنيا ماشيه ازاي. سكن 5 خلصنا منه خلاص، واللي داخل الاولويه عرفناه، واللي هيكمل اجراءاته هيكمل، واللي هيقدم في اللي جاي هيقدم. طيب سكن 7 ده عباره عن ايه؟ وينقسم لايه؟ عشان الناس تقول لك ايه عايز اقدم في سكن 7 وتسكت. طب سكن 7 ده منقسم لشقين: شق متوسط الدخل اللي هو بيبدا من 21/5 وينتهي في 18/6، ده متوسط الدخل، بمعنى اللي مرتبه لا يقل عن 12,000 وما يزيدش عن 20,000 للاعزب و25,000 للمتزوج. ده متوسط الدخل. بدأ يوم 21/5 كتقديمات، وهينتهي تقديم بس، مش حجز، تقديم بس. انت بتقدم ورقك على الموقع بتاع الصندوق. متوسط الدخل على 20 سنة، ده شغال دلوقتي. هيخلص امتى؟ يخلص 18/6، ده متوسط الدخل. طيب هل الناس اللي خارجه من سكن 5 وسحبوا فلوسهم ينفعوا يقدموا في متوسط الدخل؟ ينفع، مفيش مشكله، بس ما ينفعش تقدم في متوسط الدخل ولما يبدا المحدود الدخل اللي هو هيبقى يوم 8/7 تروح مقدم برضه. لا ما ينفعش، احنا كده ايه يعني داخلين بصدرنا. لا، واحده واحده. اللي خارج من سكن 5 وعايز يقدم متوسط الدخل ده اعلان، وفي اعلان تاني اللي هو التكميلي بتاع سكن 5 محدود الدخل هيبدا يوم 8/7 وهيقعد لمده شهر. فما ينفعش سيادتك تبقى خارج من سكن 5 تروح مقدم في متوسط الدخل اللي هو شغال دلوقتي حاليا، وتروح تاني مقدم تاني برضو في سكن 7 محدود الدخل. لا ما ينفعش، يتقدم في ده يتقدم في ده. طيب الناس الجديده، الناس اللي عايزه تقدم لاول مره، ينفع يقدم متوسط الدخل؟ ينفع. متوسط الدخل اللي شغال دلوقتي الجديد ينفع يقدم فيه. الجديد اللي هو جاي من بره او ما قدمش قبل كده او اول مره يقدم، ينفع يقدم في متوسط الدخل اللي هو جديه الحجز فيه 100,000 جنيه، والمتوسط الدخل والدخل بتاعه ما يقلش عن 12,000 جنيه، ويكون معاه اثباتات، ويكون معاه ورق رسمي، مش شهاده دخل من محاسب قانوني واقلب. ما تنفعش شهاده دخل من محاسب قانوني لوحديها، ما تنفعش. اي مهنه حره لازم يكون معاه ما يثبت ان هو شغال مهنه حره. اي حد نشاط تجاري لازم يكون معاه ما يثبت ان هو شغال نشاط تجاري، مش بالبق. ده متوسط الدخل. محدود الدخل بقى هيبدا يوم 8/7. الناس تفرق ما بين ده وما بين ده حاجه وده حاجه، عشان ناس كتير قدمت وراحت دفعت ال 100,000 على اساس ان هو محدود الدخل، جم يسحبوا فلوسهم لما عرفوا ان هم غلطانين قالوا لك بعد الاعلان ما يخلص، فانت كده ايه زنقت نفسك. لا، اسال كويس قبل ما تقدم. اللي خارج من سكن 5 كل اللي مطلوب من حضرتك يا اما تنتظر شهر 7 تقدم في التكميلي لو انت كنت مقدم في 5 او حد قديم يعني وليك تقديم قبل كده، فانت من حقك تقدم في سكن 7 اللي هو هيبدا في شهر 7. اما اللي شغال دلوقتي متوسط الدخل ينفع اي حد يقدم فيه، سواء خارج من سكن 5 او مش خارج من سكن 5، ايا كان ينفع تقدم في ده، ايا كان، بس شروطه مختلفه تماما عن محدود الدخل. وانا عملت فيديو وقايل شروطه بالظبط. اللي عايز يعرف شروطه وتفاصيله انا عامل فيديو على الصفحات بتاعتي كلها. الفيديو اللي بنزله على كل صفحاتي عشان يمر على الناس كلها تشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا عامل فيديو عشان افرق وافهم الناس ان اللي شغال دلوقتي ملوش علاقه بمحدود الدخل وملوش علاقه بسكن 5. اللي عايز يقدم سواء خارج من سكن 5 او خارج من اي اعلان تاني ممكن تقدم في ده. اما اللي جاي المفروض لحد دلوقتي كل اللي اتقال عليه ان هو تكميلي مش جديد، مش اعلان جديد، تكميلي فقط لا غير. الحته دي انا باكد عليها عشان جالي فيها اسئله كتير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع سحب الفلوس من البوسطه. الناس عامله ازمه، ما اعرفش عاملين ازمه ليه. يقول لي اصل البوسطه ما فيهاش فلوس. ايه المشكله؟ ما انت معاك لحد اخر الشهر، انت عامل ازمه ليه؟ فيزا حول فلوسك،
مفيش فلوس، تعالى يوم تاني، معاك لسه حد اخر 30/6 يا جماعه، الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. انتوا ليه مكربسين الدنيا وليه ضاغطين نفسكم؟ مفيش اي مشكله خالص. اما الناس اللي هي يوم 15/6 اخرها، ده اللي يبدا يسحب دلوقتي عشان يلحق وقته، ده اللي المفروض هو يسعى ان هو يخلص بسرعه قبل يوم 15/6 اللي هم الناس الغير منطبق. اما الناس اللي جالها منطبق وخارج الاولويه معاك لحد 30/6، يعني ممكن يوم 30/6 تسحب، مفيش اي مشكله. معاك لسه اكتر من 15 يوم، النهارده لسه 11، يعني معاكوا اكتر من اسبوعين تسحبوا فلوسكم براحتكم على الاخر، على الاخر. بلاش الضغط، واللي يسحب دلوقتي زي اللي يسحب يوم 30/6 يا جماعه، مفيش اي مشكله. والاعلان ان شاء الله بتاع محدود الدخل هينزل رسمي يوم 8/7، منتظرين نعرف بقيه التفاصيل بتاعته. اي حاجه جديده هتوصل لي ان شاء الله ابلغكم بيها. انا كده حبيت اوضح الفرق بقى بين متوسط الدخل ومحدود الدخل اللي شغال دلوقتي واللي هينزل ان شاء الله الشهر الجاي. تحياتي ليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. شير للفيديو عشان المعلومات كلها او الناس كلها تفهم القصه ماشيه ازاي، ومحدش يبقى متلخبط ما بين متوسط الدخل ومحدود الدخل. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.